السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد ان شاء الله. فيديو النهارده هيكون عن روتيني الصباحي في الاجازه. هقول لكم بعمل ايه بالظبط، ويعني وازاي يعني بقضي الوقت ده من اليوم، وازاي يعني احنا نستغله صح وما نضيعوش. فعشان كده قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتكونوا اول ناس تشوفوا الفيديو. وعايزه اقول لكم حاجه قبل ما نبدا. احنا ان شاء الله انا هبدا معاكم سلسله جديده عن العوده للمدرسه وجلو اب المدرسه وتجهيزات المدرسه. فلو انتوا عايزين تشوفوا السلسله دي كلها ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات دي اول ما انزلها. ودلوقتي يلا نبدا. اول حاجه عملتها اني صحيت حوالي كانت الساعه 11. عملتها اني طبعا رحت اتوضيت وصليت الفجر، عشان يعني انا ما كنتش مصليه الصراحه النهارده في ميعاده، عشان يعني انا بحاول في الصيف انه اصلي في ميعاده، بس مش يعني مش بعرف دايما. وبعد كده قرات اذكار الصباح والمساء. يا جماعه الكتاب ده حلو جدا، في اذكار واداب الصباح والمساء، في اذكار الصباح والمساء وقبل النوم، وفي يعني اذكار كتيره جدا. وعلى فكره يعني رخيص مش غالي، تحفة. الكتاب ده بجد. بعد ما خلصت الصلاة رحت عملت سكين كير روتين. استخدمت الغسول ده من كلير سيل، والمرطب ده من ميلانسينول كريم، اللي يعني الكومبو ده يا جماعة بجد تحفة جدا. الغسول ده بيشيل الحبوب، برضو الكريم بيرطب البشرة حلو جدا، وجزء منه صغير بيكفي في نفس الوقت مش بيطلع اي حبوب. فلو انتوا بشرتكم دهنية او مختلطة بجد الكومبو ده هيبقى جميل وبيقعد فترة طويلة. يعني الغسول ده مثلا كنت شاريه من شهر 6 بس قاعد معايا لحد دلوقتي، وكان فيه يعني كمية حلوة. بعد كده رطبت ايدي بالكريم ده من نيفيا سوفت. هو حلو، هو ترطيبه كده خفيف حلو عشان الصيف. ما تستخدموش مرطب تقيل قوي بالذات في الصبح، عشان مثلا يعني ما يسحش من الشمس او كده. وبعد كده بقى يا بنات رحت فطرت، وبعديها اكلت العنب ده. يا جماعه انتوا يعني ما تستغربوش مثلا ان انا باكل فاكهه بعد الفطار او كده، بس انا بحبش، عارفه بحب الموضوع ده أوي، ان انا اكل اي فاكهه بعد الفطار بالذات. انا اكلت العنب الاحمر ده عشان يعني انا من الناس اللي بحب العنب قوي صراحه، بالذات العنب الاحمر. انتوا ممكن يعني لو انتوا مثلا مش عايزين تفطروا حاجه تقيله ممكن تفطروا ثمره فاكهه، او لو يعني ممكن ما تاكلوش فاكهه خالص لو انتوا مش عايزين، يعني لو انتوا مش عايزين براحتكم خالص. بس المهم ان انتوا يعني تفطروا حاجه تكون حلوة يعني مشبعة وصحية، بالذات يعني في وجبة الفطار. تمام. وبعد كده رحت ساعدت ماما في التنظيف. زي ما شايفين يعني انا كنت هنا بغسل المواعين، فكنت بخلص فكنت بنضف الحوض بعد المواعين. يعني انتوا حاولوا ان انتوا تساعدوا يعني مامتكم على قدر المستطاع، مثلا في انتوا تنضفوا معاها، تساعدوها مثلا في غسيل، في كنس، في حاجات كده. عشان اصلا احنا في الصيف بنبقى يعني معظم الوقت عندنا فاضي، في نفس الوقت هي يعني هتكون مبسوطة وانتوا بتاخدوا حسنات، في نفس الوقت انتوا بتساعدوها يعني. وعشان يعني ما تقعدوش مثلا، يعني انتوا فاهمين ان انتوا ما تقعدوش مثلا في مكان مش نضيف مثلا. يعني انا بقول مثلا يعني هغسل المواعين في نص ساعه بس، هبقى خلصت وهبقى نضفت الحاجات دي كلها وكده. وبعد ما غسلت الحوض برضو غسلت الرخامه اللي جنب الحوض اللي كان عليها الاطباق المتوسخه برضو، يعني بحيث ان هي تكون نضيفه، غسلتها برضو. تمام. وبعد كده شطفتهم. ممكن انتوا مثلا تنضفوا اوضتكم، اكنسوا اوضتكم كل يوم دايما، خلوا الشبابيك مفتوحه، غيروا الملايه بتاعت سريركم، عشان دي بجد الحاجات دي بتفرق اصلا بجد في نفسيتنا. ان انت دايما تلاقي الحاجه نظيفه قدامك بجد ده بيفرق جدا جدا، وبالذات لو اوضتك مثلا والمكان اللي انت قاعده فيه بجد بيفرق. وبعد كده بقى رحت اخدت شاور كده سريع. استخدمت المقشر ده من ستاركي، هو حلو جدا وريحته جميله. استخدمت البودي سبلاش ده، واستخدمت ده للشفايف. هو يعني زي كده شويه ليب اويل. والبيجامه دي شكلها تحفه قوي يا بنات. هي الخامه بتاعتها ساتان، فبجد مريحه جدا. انا خدت شاور سريع. انتوا دايما يعني تعودوا بالذات في الصيف ان انتوا تاخدوا شاور كل يوم، عشان بجد الحاجه دي بتفرق قوي. بتفرق يعني في شكلنا وفي شخصيتنا. يعني انا بحس مثلا ان انا لما دايما افضل مثلا نظيفه ومستحميه، ده مثلا هيفرق معايا في ثقتي في نفسي، في شخصيتي، في كل حاجه، في ان انا اصلا يعني ان احنا في الصيف ده ان احنا هي مثلا حاجه ان دايما نستحمى وكده. فدي حاجه مهمه عشان يعني الحر. وانت طبعا مثلا لو لعبت رياضه او كده قبليها او كده، فانت هتبقي يعني انت تحسي بعرق او كده، فاستحموا كل يوم. بجد الموضوع ده مهم جدا. بعد بقى ما خلصت شاور يا جماعه رحت قرأت الورد بتاعي. هنا انا كنت بعديها تقريبا صليت الدور، بس انا صليت متاخر شويه. بعديها قرات الورد بتاعي، كان عندي ورد الجديد، كان عندي سوره المؤمنون، خدت منها اول صفحه. طبعا انا يعني بصحها مع الميس بتاعتي في الكتابه. ممكن كمان ارجع اسمعها مع الشيخ الحصري عشان اتعلم منه يعني الاحكام والتجويد برضو.
واكون سمعتها مع الشيخ اكتر من مره وبعد كده بحفظها. لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي انا بحفظ القران وطريقتي في حفظ القران اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هعمل لكم الفيديو ده على طول ان شاء الله. انا خلصت بقى هنا الورد بتاعي. يعني مثلا هو صفحه او صفحتين لازم تحددوا لكم يا بنات ورد يومي، مثلا او صفحه صوره جزء، او يعني على حسب انتوا مثلا تقدروا تخلصوا قد ايه، بس لازم حتى تقراوا ايات بسيطه من القران بجد هيفرق معاكم. هتحسوا بعد كده ان انتوا يومكم اتغير، ان انتوا عايزين تحفظوا اكتر، ان يعني حاجات تحسوا يعني بركه في اليوم. فبجد الورد اليومي من القران هو مش هياخد منكم يعني مثلا غير 10 دقايق ولا حاجه ان انتوا تقراوها، بس بجد هيفرق معاكم. بعد كده بقى يا جماعة رحت ساعدت ماما في تحضير الغدا. هي النهاردة كانت عاملة مكرونة بشاميل، فأنا يعني ساعدتها شوية يعني بصراحة في شوية حاجات. وبعد كده طبعا يعني رحت عشان اتغدى عشان كان عندي النهاردة كان عندي درس برضو، فأنا يعني اتغديت كده قبل الدرس عشان يعني ألحق أجهز وكده زي ما انتوا عارفين. أنا هنا انا هنا اتغديت يعني، وبعد كده انا رحت الدرس. يعني ده كنت بصور لكم وانا كنت راجعه من الدرس. زي ما انتم شايفين انا الدرس بتاعي كان الصبح، كان من 3 ل5، فكنت راجعه كانت لسه يعني الدنيا شمس، ما كنتش راجعه بالليل. كنت بصور لكم هنا كنت راجعه كان عندي درس ماس. بعديها بقى يا بنات لما روحت اشتريت الايس كريم ده يا جماعه، عشان انا حسيت الصراحه الجو يعني حر قوي وانا محتاجه ان انا اكل او اشرب اي حاجه يعني احسها كده ساقعه وتنعشني. فانا اشتريت الايس كريم ده من فرايداي، هو مش مقاطعه خالص، وبجد يا جماعه بديل تحفه تحفه جدا للمقاطعه. لاي ايس كريم من الايس كريمات المقاطعه حلو جدا جدا، فبجد لازم تجربوه. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو منكم تحت وتسيبوا لي تحت في الكومنتس، وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان الكل يستفيد والفيديو ينتشر. ولو عايزين مثلا تكتبوا لي عن اي فكره مثلا اعملها او كده، سيبوا لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها على طول. واستنوا بقى السلسله الجديده اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الجلو اب. وبس كده، باي.